مساء الخير. لو الظروف صعبة خليكي قدها، وبربع فرخة هتعملي وليمة. عملت من صدر الفرخة 30 صابع فراخ مقرمشة، وكمان هتقدري تحفظيها في الفريزر لرمضان، وتقدري تحشيها بالحشو اللي يعجب ولادك. بجد طلعت وهمية جدا وجميلة جدا وموفرة واقتصادية جدا جدا جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي علا. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وتعالوا نشوف عملنا التوفير والاقتصادي ده ازاي. معانا هنا صدر فرخة، أو لو متبقي عندك من في البانيه، تجيبي بس حوالي 4 أو 5 قطع من البانيه، هي بمعدل صدر الفرخة. وهنا معايا 2 عيش من الفينو. انا قشرت واحد وقلت اقشر واحد قصاد الكاميرا عشان اوريكم بيتقشر ازاي. ويا ريت يكون بايت، لان البايت بيتقشر معاكي بمنتهى السهوله زي ما انت شايفه كده. لكن لو صابح بتلاقيه ماسك كده لسه في بعضه، ولسه بقى صابح وسخن، فما بيبقى صعب شويه في التقشير. هنا كنت قشرته. هنجيب كبه الخلاط ونحط هنا في الكبة، نقطعه كده تقطيع عشوائي الفينو، ونروح نضربه بقى ضرب مبرح جدا بقى. يعني عايزاها تبقى ناعمة جدا على قد ما تقدري تضربيها ونعميها. هنا صدور البانيه معاكي او صدر الفرخة، تقدري تقطعيه بقى تقطيع عشوائي زي ما انت شايفة كده. تفضلي تقطعي فيه تقطيع عشوائي كده، مجرد بس نصغر بس القطعة معانا عشان نعرف نضربه في الكبة مع الفينو. وهنا اهو كنت ضربت الفينو، وبصوا بوريكم كان ناعم خالص. كان ناعم خالص. ومعايا هنا صدور الفراخ هنحطها على الفينو اللي احنا ضربناه ونعمناه. معايا هنا كيس فيجيتار، يعني حار او بارد اللي يعجبك. ومعايا هنا نص معلقة من الجنزبيل، ومعايا هنا ربع معلقة او رشة من جوز الطيب. ومعايا هنا كنت طحنة ورق لورا على كوبيبة صيني على قرنفل سوري، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة كبيرة من بصل بودر، وملح. وحطيت برضو ربع معلقة من 7 بهارات. ومعايا هنا 4 فصوص من الثوم مفرومين، 4 أو 5 من الثوم المفروم، او نص معلقة لو انتي مفرومة عندك. وحطيت نص كوباية من المية، وفرمته فرم ناعم جدا في الخلاط. فرمته في الكبة، يعني فرم ناعم زي ما انت شايفة كده. الربع كوباية مية ساعدت معايا على ان الخلاط يلف معايا، الكبة تلف معايا كويس جدا. ودهنت ايدي زيت عشان امسك ما يلزقش معايا. انا ما حطيتش فيها زيت، ما تحطيش فيها زيت خالص، انا بس دهنت ايدي عشان اعرف امسكها وما تلزقش معايا كده في ايدي. هي مادة عازلة بس مش اكتر. وهنا بقى جبت عشان اوريكم ازاي حشيناها وفردناها. جبت كيس كده وفردته معايا، وفردت معايا خدت قطعة كده مدورة. انا عملت الحشو مشكل جبن موتزاريلا على شيدر على جبنة رومي. بصي عملت ازاي. جبت بقى الكيس دوت وحطيتها وفردتها كده، اتفردت معايا بمنتهى السهولة جدا. وجبت الكيس وبدأت ألف الصباع معايا. هوريكي دلوقتي. بصي انا قربت هنا الكاميرا. بصي هنا بلف، حطيت الكيس على الكيس عشان بصي بقت سهلة معايا جدا، وبفرد معايا مجرد انها تتفرد معايا زي القرصة المدورة كده. واحط فوقيها الجبنة، واجيب الطرف دوت يعني اتنيه، واجيب الطرف ده اتنيه، واجيب بقى الطرف الناحية دي واتنيها والف برضو زي ما انت شايفة معايا كده بالظبط. بصي اتلفت معايا بمنتهى السهولة ازاي. وحطيتها في الصينية، وجبت واحدة تاني عشان اوريكم. حطيتها على الكيس وتنيت الكيس عليها، وبقيت افرد يمين وشمال كده معايا.
يعني ان انا الفها كده تبقى زي قرصة مدورة كده. لفتها معايا ورحت حاطة الجبنة، واللي حطيت من الجنب دوت تنيت الجنب ده وتنيت الجنب ده، وجبت بقى من عند الراس كده تنيت، وفضلت امشي كده زي ما انت شايفة الف رول كده معايا. وهنا بقى اجيب الغلاف، بقى نجيب الغلاف معايا هنا نص كوباية لبن وبيضاية وشوية فلفل اسود وشوية ملح، وهنرب الكلام ده كله كده مع بعض. ده بس عشان نعمل الغلاف بتاع الكفتة. ومعايا هنا بقى فيجيتار، ومعايا هنا كريسبي من كنور برضو، فيجيتار كريسبي برضو بيدي طعم. او تعملي كورن فليكس، نص كوباية من كورن فليكس تحفة برضو، هيدي معاكي طعم جميل. هنا اخدت من الخليط وحطيت في الدقيق، وممكن نحط في الدقيق على طول وبعد كده نحطه في الخليط، وبعد كده نحطه على الفيجيتار ونلف كده زي ما انت شايفة. ما تتكيش، مش عايزة تضغطي خالص، هو بس مجرد نعفر الصباع كده. بصي حطيت هنا في الدقيق، وبعد كده حطيت في المادة السائلة معايا باللبن والبيض، وبعد كده هنحطها في البقسماط وهنبدر. انا قلت اعمل كمية، قلت احط من الدقيق وبعد كده احط في المادة السائلة في البيض واللبن، وبعد كده احط في البقسماط. وبصي ببدر كده، مجرد بس بمشيها على البقسماط تمشية خفيفة، مش لازم تتكي خالص. انا بصي لو واخده بالك انا ما بتكاش، انا ببدرها بس. وهنا كنت عملت الكمية كلها، عملت معايا ما شاء الله كمية كبيرة جدا، وتقدري تفرزيها رمضان وتبقى تحفة زي المقبلات معاكي كده في رمضان. موفرة جدا، تقدري تعمليها ساندوتشات في المدرسة للأولاد. تقدري تعمليها جنب مكرونة بصلصة، تقدري تحمري جنبها شوية بطاطس محمرة. بصي حاجة كده يعني بجد وهمية واقتصادية جدا جدا. دي من الأكلات الموفرة وبترمي معاكي جدا للأولاد، وتقدري تشويها وتقدري تقليها زي أنا هقليها. ممكن تشويها برضو بتبقى تحفة. هنا جبت زيت غزير يكون مش حامي قوي، متوسط الحرارة، وتنزلي كده زي ما انت شايفة. انا قلت اقري معاكم برضو شوية كده عشان تشوفوا الجمال وتشوفوا اللون الجميل الذهبي اللي هيطلع. بجد تحفة جميلة جدا وموفرة واقتصادية، هتعجبكم جدا وهتعجب الأولاد جدا جدا اللي ما بياكلوش الفراخ وما بيحبوش الفراخ. دي هتعجبهم جدا جدا، هتودي الطعم في حتة تاني خالص. بصوا هنا كان الشكل النهائي وطلعت معايا جميلة. حطيت عليها بقى شوية بقدونس أو كزبرة، اللي عندك أي حاجة موجودة عندك من الحاجات الخضرة ديت بتدي بس شكل كده وطعم جميل. بصي هنا كانت الجبنة من جوه، بصوا طرية ومقرمشة من بره وطرية من جوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.